لو دماغك مش بتسكت وبتفكري بزيادة لكن دايما غلط، ولو صوت جواكي دايما بيقولك ان انتي مش كفاية، انتي هتفشلي، انتي غلطانة، احب اقولك حاجة مهمة جدا. دي مش شخصيتك، دي أنماط تفكير سامة اتعلمتيها. النهارده هعلمك ازاي تكسري التفكير ده خطوة خطوة، غير علاج طويل ومن غير تعقيد، وبأدوات نفسية بسيطة جدا تقدري تستخدميها لوحدك. لو كملتي الفيديو لحد الآخر دماغك مش هتبقى زي الأول. يعني إيه تفكير سام؟ التفكير السام هو طريقة دماغك في تفسير كل حاجة ضدك. أي غلطة على طول بتقولي لنفسك إنك فاشلة، وأي رفض بتقولي إن أنت مش مرغوبة، وأي تأخير بتقولي إنك أكيد أنت السبب، وأي مشكلة في الدنيا كلها الدنيا دايما بتكون ضدك. المشكلة مش في الفكرة نفسها، المشكلة إنك مصدقاها وبتعيشي كأنها حقيقة. التفكير السام مش عيب ومش ضعف، ولكن هو نتيجة لنفس الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها قبل كده في فيديوهات كتيرة. التربية اللي ما كانتش صحية، مواقف الحياة كتيرة اللي احنا بنعدي عليها، المقارنات المستمرة، علاقات استنزفتك، صدمات اتحملت مثلا فوق طاقتها. دماغك ما عملتش كده علشان تعذبك، عملت كده علشان تحميكي، بس للأسف بالطريقة الغلط. فهنا مهم جدا تعرفي ان دي حاجة اتعلمتيها وتقدري تتعلمي عكسها.